السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة زي ما انتم شايفين استاذ ايمان في الايماع خط مستقيم. بنقدر نظبط معانا الحركة بتاعة العربية، بنظبط ابعاد العربية، السرعة المناسبة، الحركة بتاعة الدريكسيون المناسبة، وفي نفس الوقت الفرامل والدبرياج والغيارات المناسبة. زي ما انتم شايفين دي معانا دلوقتي استاذ ايمان اللي تبدأ ترجع بظهرها. بنظبط طبعا الابعاد بتاعتنا بالوش وبالظهر، مش باتجاه واحد ابدا، لازم في الاتجاهين. لازم تبقى شايف في المرايه بتاعتك في اليمين قمع وفي الشمال قمع. ما ينفعش تبقى ماشي مش شايف اللي وراك، ما ينفعش تفضل تبص وراك وانت عندك مرايات. مستخدمين المرايات طبعا وملهاش اي استخدام، ما كانوش حطوها في العربيه. زي ما انت شايف بنستخدم معانا المرايات كويس جدا. طالما الايماع ظاهره معاها فبترجع بكل بساطه بكل هدوء، طول ما سرعتها هاديه، طول ما بتعرف تتحكم في حركه الدركسيون، طول ما بتعرف تسيطر على العربيه. ما شاء الله عليك يا استاذ ايمان، اتمنى ليك التوفيق وخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة أستاذ أيمان. زي ما انتم شايفين دلوقتي فركنا الموازي للرصيف. طبعا احنا معانا بنتدرب على الركنات، وزي ما بتتدرب على الطريق الخط المستقيم، زي ما بتتدرب ان انت تتحرك بظهرك، بنتدرب على كل حاجة معانا عشان تطلع من عندنا. مش محتاج تاخد ولا حصص إضافية ولا انت تجرب في عربيتك ولا تخبط في عربيات الناس. زي ما انتم شايفين دلوقتي ما شاء الله عليها أستاذ أيمان بتقدر ان هي تظبط مرايتها كويس، تقدر تظبط سرعتها، تظبط اتجاه الدركسيون. علشان كل ده تقدر تظبط دخلتها بين الايماع منها ركنه، ومنها كمان ظبط الدركسيون، ظبط مرايات، ظبط الصلانسيه في العربيه، عشان ديت طبعا مانيوال. اللي بيتحكم في المانيوال بيقدر يتحكم في اي حاجه سواء اوتوماتيك او مانيوال، انما اللي بيسوق اوتوماتيك ما بيعرفش يسوق غير اوتوماتيك لانه بياخد الطريق السهل على طول. اما بالنسبه لاستاذ ايمان ما شاء الله عليها مستوى ممتاز جدا. هي بتتدرب مانيوال على الرغم ان هي هتشتري اوتوماتيك علشان تقدر تتمكن من الاثنين، عشان لو جت لحظه من اللحظات ان هي طلب منها ان هي تسوق المانيوال ما تترددش، تعرف تسوق الاثنين. وفي نفس الوقت مش شرط ابعاد عربيه معينه، اللي بيعرف يسوق اي عربيه بيبقى هي نفس السواقه في كل العربيات، بتختلف بس ابعاد العربيه. فبالتالي السيكونس واحد، الاساسيات بتاعتك ثابته، مفيش حاجه اسمها بتختلف ان انا عايز اسوق عربيه معينه، لا مفيش حاجه اسمها عربيه معينه. طبعا ما شاء الله بعيد اهي عن الامام مش خطاه عشان بس انا واقف في الزاويه مش مظبوطه. بتقدر ان هي تبص في المرايه كويس، فبالتالي بتحدد في اماع وراها يمين ولا لا، وبتبص الناحيه التانيه في الشمال عشان تبص على اتجاه الرصيف، عشان تقدر تحدد كل سنتي داخله فيه العربيه. ما ينفعش تطلع على الطريق وانت مش واثق من مراياتك وانت مش ظابط مراياتك. في ناس كتير بتعرف تسوق ما بتعرفش تركن، في ناس كتير بتعرف تسوق ما بتعرفش تظبط مراياتها، بتطلع بالمرايات مقفوله، في ناس فتحاها كزينه في العربيه وخلاص. فلازم احنا عندنا بندربك تستخدم المرايات كويس ازاي، تقدر تركن كمان ازاي، تتحكم في الزحمه بتاعتك والكلام ده كله ازاي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها تمكن ما شاء الله ربنا يبارك، ممتازه جدا جدا جدا. نبص جنب الرصيف ما شاء الله عايش، ممتازه جدا جدا. ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده استاذ ايمان. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشيين في الاهماع، بنعمل حرف اس، بنتدرب على ان انت تعمل اختبار الرخصه بنفسك. وتاني حاجه بنتدرب ان انت تعرف تلف في اصعب الزوايا واصغر الزوايا مهما كانت، حتى لو كانت في شارع ضيق، وفي نفس الوقت تقدر تظبط السرعه المناسبه ليك، تعرف تظبط اتجاه الدركسيون بتاعك، تعرف تظبط زاويه المرايه بتاعتك سواء وانت ماشي لقدام او لو انت ماشي لورا. زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا استاذه ايمان ما شاء الله عليها بتتحرك بكل سلاسه بدون ما اديها اي توجيه. طبعا هي الحكايه دي خدت منها وقت طويل جدا، بس هي محتاجه تركيز. طالما ركزت هتقدر تمشي وسط الايماع زي البرنس. ما شاء الله عليها بتقدر تركز 100 100، مستوى ممتاز جدا. وتقدر تتحكم في زاويه الدركسيون المناسبه ليها اللي هي تقدر تدخلها بين الايماع من غير ما تخبط ولا قمع. وفي نفس الوقت العربيه مانيوال، فبالتالي ما بتقفش منها ولا بترج ولا بتدي غير غلط. في نفس الوقت اتجاه الدركسيون بتاعها ايديها زي رجليها، يعني سرعه ايديها في الدركسيون ماشيه مع سرعه رجليها. ما ينفعش سرعه رجلك في البدلات سواء دبرياج ولا بنزين تسبق سرعه ايدك، فبالتالي هتلاقي نفسك العربيه ماشيه في اتجاه وانت لسه ما لحقتش تديها الاتجاه التاني. زي ما انتم شايفين بتركز في المرايه بتاعتها اليمين،
علشان تقدر تشوف الايماع معاه. مجرد ما بتشوف القمع بتقف وترجع عليه خط مستقيم. طبعا هي دلوقتي بتشوف الخط المستقيم بتاعها، ظبطت المرايه بتاعتها ماشيه عليه خط مستقيم على الايماع وماشيه واحده واحده. طول ما انت بتركز، طول ما انت ماشي صح، طول ما انت هتأديها صح. طول ما انت متوتر، طول ما انت خايف، حتى لو انت شاطر في السواقه مش هتعديها صح. لو انت داخل امتحان ما تحطش في بالك ان انت في امتحان، حط في بالك ان انت داخل اكنك ملفات. وعشان تظبط الملف يبقى لازم تظبط الكورس بتاعك، لازم تظبط المرايه بتاعتك، وبعد كده تتحكم في هدوء اعصابك علشان تقدر تنفذ اي ملف او اي امتحان يقابلك مهما كان. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها بتقدر تتفادى الاقماع بكل سهوله. ليه؟ لان هي ظابطه المرايه بتاعتها كويس جدا. طالما انت ظابط المرايه بتاعتك، طالما انت هتبقى برنس. مش ظابط مراياتك وقاعد قلقان وقاعد خايف، يبقى بالتالي هتخبط في اول قمع يقابلك. ظابط الدركسيون بتاعك وظابط عدة الدركسيون بتاعتك، فبالتالي انت ماشي صح. هي شافت ان الزاويه بتاعتها ضيقه شويه، وبالتالي هتطلع قدام سنه وتلاقيها هترجع ورا تاني. بس لما تيجي ترجع مش تكسر الدركسيون بدري، لازم تكسر الدركسيون وهي متاكده مليون في الميه ان هي ماشيه صح. طبعا الخطوه دي في الامتحان تبقى غلط، لازم تبقى ماشي قدام على طول، ولازم تبقى ماشي ورا على طول. ما ينفعش وانت قدام ترجع ورا شويه، ولا وانت ورا تطلع قدام شويه. فلازم تبقى متاكد مليون في الميه ان انت ماشي مظبوط، زاويتك مظبوطه. ما ينفعش تكررها اكتر من مرتين، هي مره واحده وبتمشي على طول. ما شاء الله زي ما انتم شايفين تحكم كامل في الطاره لوحدها. انا بصور من الخارج، مفيش فرامل داخليه، عربيه مانيوال. طالما انت دربت صح ووضعت ثقتك في اللي انت بتدربه، طول ما هو هيكون واثق في نفسه وهيأدي الحركه بدون اي خوف بدون اي توتر، وفي نفس الوقت هيكون ممتن ليك جدا وهيكون مبسوط ان هو حقق الهدف اللي هو جاي عشانه. وبالتالي يبقى احنا حققنا الهدف اللي كل العملاء بيطلبوا مننا، ان احنا نعلمهم السواقه. ولو حد طلب مننا نعلمه ازاي يعمل اختبار الرخصه بنعلمه، وبيتحكم تحكم كامل في العربيه ونخليه يقدر يشتري عربيه جديده. ما بنقولوش اشتري عربيه مستعمله، عشان طالما انت كده بقيت ممتاز في السواقه. ما شاء الله عليها مستوى ممتاز، قدرت تحقق التارجت بتاعها. نتمنى لها التوفيق وان شاء الله نمشي على الطريق السليم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده أستاذ أيمان. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشيين في السيشن الأخير دلوقتي على الطريق السريع. ما شاء الله عليها مستوى ممتاز جدا، قدرت إن هي تحقق معانا اختبارات كتير، واختبار الرخصة كان آخرهم النهارده معانا كمان. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشية على الطريق معانا بكل سلاسة، وهي هتحب تقول الريفيو بتاعها. اتفضلي. اوكي. انا اتعلمت في كذا مدرسه قبل كده، ودي اكتر مره اتعلمت فيها كويس. ده لكذا سبب. السبب الاول ان احنا هنا الناس طولت البال جدا جدا، والناس ما بتضايقش اللي بيسوق، بتديله فرصه انه يتعلم واحده واحده حتى لو حد هنقف على اليمين ورا العربية ديت. اوكي. ضربنا انتظار. تمام، هنقف هنا كده. كويس جدا، الوقفة طبعا هادية. يلا كملها. بس يعني من الحاجات المميزه اللي انا شايفاها في المره دي وانا بتعلم ان الناس اسلوبها لطيف جدا. انا كنت في الاول عايزه اتعلم مع بنت، بس يعني كنت لازم اتعلم مانيوال. فهنا الناس محترمه جدا جدا جدا، سواء بنات او ولاد، وناس اسلوبها لطيف جدا جدا، وبتدي فرصه للواحد انه يتعلم واحده واحده، وانه يعيد ويزيد كذا مره. كمان الناس عندها أمانة جدا في الوقت، يعني بتحسب معاك الوقت بالثانية. وبالعكس مرات كتيرة جدا بيقضوا وقت أكتر من المفروض يقضوا، يعني تطوعا يعني. فالمرة دي كانت من أحسن المرات اللي أنا اتعلمت فيها، وخلاص المرة دي أنا هطلع الرخصة يعني تمام، غير ال3-4 مرات اللي أنا اتعلمت فيهم قبل كده. فأنا بريكومند جدا الناس تتعلم هنا، وما تستسلمش ابدا لاي خوف او توتر. بالعكس انا كنت من اكتر الناس اللي بتتوتر، ودلوقتي انا حاسه ان انا احسن بكتير من قبل كده يعني. بس وشكرا يعني يا كابتن خالد. تحت امرك طبعا في اي وقت موجودين، تحت امرك وتحت امر اي حد يطلبنا ان شاء الله. وبننفذ طلبات اي حد، سواء هو محتاج ان هو يتدرب على طريق سريع، طريق زحمه، محتاج ان هو يتدرب على رخصه، محتاج ان هو يتمكن اكتر عشان لو محتاج ان هو يشتغل اوبر، او محتاج ان هو يتدرب على حرف معين تبع شركه هو رايحها او يعمل فيها اختبار.
فاحنا تحت امره وجاهزين ان شاء الله في اي وقت وفي اي مكان ان شاء الله. وشكرا لكم جدا، السلام عليكم.